يلا ها يدنين عليهن من جلابيبهن هل يضربن ها كاين هنا حداها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. الا فسرتي الاولى غادي تخربق في الثانيه، فسرتي هذه غتخربق في الاخرى. علاش؟ لان الالغام في القران، لان هذه ماشي هي هذه، وليضربن ماشي هي وليدنين. كاين يضربن وكاين يدنين، وبغيتي تعمل مرادف ليست مرادفه ومختلفه في المعنى والسياق ومن هن. حتى الوقت اللي نزلت فيه الايه ديال قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، تما غير باش ما يتعرفوش لكي لا يؤذينا، غير المرأة تغطى باش ما تعرفش. تما ما كاين لا حجاب شرعي ولا شيء. حجاب هو اللي في سورة النور، لأن فيه غض البصر. الفرق ما بين غض البصر وكاين ما فين عندك راه غادي يضربوك. ماشي القرآن تفسروا لي أنت على هواك، هكذا فسرها إمام المفسرين الطبري. نسد لهم المحلات، حتى مالين صيكوك ممنوع يبيعوا صيكوك في الزنقة، حتى مالين الدسر ممنوع يبيعوا الدسر في الزنقة، ضروا على القانون. وممنوع يبيعوا القهوة على جنبات الطرق، وممنوع يبيعوا الصيكوك على جنبات الطرق، ممنوع في القانون. غنسد لهم الأماكن، غنسد لهم رزقهم. والله اللي شديتو تنصلخوا، وراه حنا قادرين عليهم، وراه قادرين نطحنهم، وراه نهرس لهم طلعتهم. قد ما نبحوا قد ما نقطع عليهم القوت. ما غاديش تنشر الأسرار ديالو، رسائل مصيفطهم لك في الواتساب وتقول الناس هانتوما، ولا تسجل شخص وتنشره، ولا هذه ليست من، هذه غير مقبولة في المجتمع. ولا نفشي سر أحد، ولا نؤذي أحد ولو بلغ ولو يقتل